اللي فات كله حمادة واللي جاي حمادة تانية خالص. عملت لكم أكلة مش مكلفة وكمان بسيطة وفي أسرع وقت هتعمليها، يعني مش هتاخد منك بالظبط نص ساعة، وكمان لو عندك ضيوف هتشرفك قدام ضيوفك. بس ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لي لايك جميل زيكم وتقولوا لي انتوا من أي بلد بتتابعوني. ويلا بينا نبدأ الوصفة. هاتوا بقى كيلو من البطاطس وقطعوه مكعبات صغيرة وما تكونش مكعبات كبيرة. اغسلوها بقى وصفوها كويس. انزلوا بقى بنص كوباية من الزيت وانزلي عليها ببصلة كبيرة متقطعة مكعبات. شوحيها بقى في الزيت لغاية اما تصفر معاكي، وانزلي عليها بكيلو البطاطس اللي قطعناه مكعبات، وانزلي عليها كمان بجزر مبشور، يعني 3 جزرات مبشورين كبار. شوحيهم كده مع بعض او قلبيهم كويس. انزلي عليهم بقى بالتوابل، ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمان ورقة ماجي. افضلي بقى قلبيهم وشوحي فيهم، يعني ايدك فيهم على طول لغاية اما تبقى البطاطس نص سوا معاكي. ابدأي بقى انزلي عليها بمعلقتين كبار من الصلصة، وكمان انزلي عليهم بكوباية من البقدونس متقطعة حتت صغيرة. على فكرة الأكلة دي تنفع أكلة صحية عشان احنا ما قليناش فيها البطاطس، وكمان فيها خضار ونسبة الدهون فيها أقل. أنا عايزة أقول لكم إن ريحة البطاطس دي لوحديها تتاكل لوحدها، والريحة واصلة للجيران. ومن جمال الوصفة دي أنا بعملها كل أسبوع. بجد جربوها وهتدعولي. هاتوا بقى أي طاجن عندكم أو أي صينية وانزلوا فيها بكمية البطاطس اللي احنا عملناها، وهنبدأ نسويها بالطاجن كله. وعلى فكرة تقدروا تعملوا الوصفة دي في الغداء أو في العشاء. في طاسة بقى انزلي بمكعبين من الزبدة وانزلي عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق، وقلبوا فيها بقى لمدة دقيقتين، بس اوعي الدقيق يتحرق منك. وأول لما تشوحي الدقيقتين هننزل عليه بورقة ماجي. أنا عايزة أقول لكم إن ورقة الماجي دي بتديها طعم. قلبوها بقى مرتين كده وانزلي عليها بكيلو إلا ربع من الحليب، وطبعا يكون ايدك فيها ومهديين النار شوية علشان البشاميل بتاعنا ما يكلكعش. والاحسن ليك ان انت تضربيه بالمضرب اليدوي. قلبي فيه كده بقى لغاية اما يتقل معاكي يبقى بالقوام ده. انزلوا عليه بقى بالفلفل الاسود، وانزلوا عليه بهريسة شطة، بس ده اختياري، بس الطعم بيوديه في حتة تانية، يعني معلقة صغيرة، وتقدري تزودي الملح بعد ما تدوقيه. وطبعا لما يتقل معايا انا بطفي على النار قبل ما اضيف الفلفل الاسود، ولما بيبرد بيبقى ده القوام النهائي. انزلي بقى بالبشاميل على البطاطس بتاعتنا وهتوزعيه كويس. صليتوا على النبي ولا لسه؟ نزلت بقى بكمية البشاميل كلها، وهنا جبت ب20 جنيه جبنة موتزاريلا ورشتها على الوش. عايزة اقولك عزيزي المشاهد ان انت لسه مشتركتش في القناة، فعل الجرس كمان عشان يوصلك كل جديد. دخلوها بقى الفرن على درجة حرارة 250 لغاية ما تستوي معاكي، لان البشاميل هو اللي هيسوي معاكي البطاطس، لان احنا كنا عاملينها نص سوا، اوعي تنسوا. قطعناها بقى وغرفنا منها قطعة. يا سلام على الريحة والطعم الرهيب، بجد مش قادرة اوصف لكم هي طعمها عاملة ازاي. بجد انا عايزة اقول لكم ان هي تنفع في كل الاحوال، لو جعانة ومش عارفة تطبخي ايه، وكمان لو وقتك ضيق وعايزة تعمليها في وقت قياسي. شايفين الجمال اللي طالع من الصينية دي ولا طعمها رهيب؟ جربوها بقى وهستنى ارائكم في التعليقات. وكمان من الاكلات اللي تنفع غدا او تنفع عشاء لانها خفيفة ولذيذة. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتكتبوا حاجة في التعليقات تؤجروا عليها.